السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة بقى ايه، داخلة وقلبي جامد وبدأ كده. أول حاجة أشمر دراعاتي عشان النهاردة ورانا يوم كله تنظيف عميق، ما فضلش غيره هو المطبخ. يعني بصوا آخر حاجة، لان بصراحة لو ظهر لي حاجة تانية المفروض ان انا انضفها انا هنتحر. ايوه انا بقول لكم اهو، اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم فاشهد. لو ظهر لي حاجة تانية للتنظيف انا هنتحر، وهيبقى ذنبي في رقبة كل حد ما جاش ساعدني في الايام اللي انا فيها دلوقتي. ايوه انا بقول لكم اهو. ليه بقى؟ عشان بصراحة كل مرة بقول لكم نفس الكلام. يا جدعان انا كنت جاية الاجازة دي علشان اعيش حياتي، انا جاي عشان انبسط، انا جاي عشان اقضي فترة اجازة واعيش كده، يعني فترة راحة، فترة نقاهة، فترة استرخاء، اعيش حياتي. عارفين انتوا حياتي اللي المفروض اعيشها انا مش عارفه اعيشها من كتر التنظيف اقول لكم ايه حد بس يحس بيا. انتوا حاسين بيا؟ يعني اهم حاجه في الموضوع، انتوا حاسين بيا ولا لا؟ يعني حطوا نفسكم كده مكاني. لو انتي مسافره بقى عشان ايه؟ تغيري جو وتنبسطي وتقضي احلى ايام، علشان إيه؟ تلحقي ايام الاجازه كده بسرعه 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 عشان ترجعي تروحي تاني وتستمتعي بحياتك العاديه. تمام. اجي ابص بقى الاقيني من وقت ما جيت وانا عماله شغل تنظيف 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 تنظيف. الحقها منين ولا منين؟ قولوا لي الحقها منين ولا منين؟ النهارده انا بقول لكم اهو، اخر يوم نظافه هو المطبخ. بصراحه ما كانش فاضل غيره، فقلت بقى ايه، اقوم اتشمر واشوف ايه اللي ورايا فيه. فشجعوني بقى عشان يعني بصراحه اختكم زهقت. حطوا بقى لايكات كتير قوي قوي قوي، وانزلوا تحت اكتبوا لي كومنتات كمان كتير وقولوا لي اعمل ايه. قولوا لي ان انا بصراحه استاهل المرمطه اللي انا فيها دي. قولوا لي كده يعني. المهم سيبكم بقى من الهزار. طبعا بنهزر وبنضحك كالعادة، وبنحاول نخلي الموضوع كده مضحك وخفيف وظريف ولطيف. طبعا النهارده بقى زي ما انتم شايفين يومنا كله في المطبخ، ما كانش فاضل غيره هو يعني اللي لسه في الشقه ما تنضفش. فاول حاجه بدات ان انا الم، كان في بقى اكياس وورق وحاجات كده، فبدات المها في كيس وهاخدها دلوقتي ايه ارميها. بعد كده بدات افضي الجنب كله بتاع الرخام اللي هو على الشمال. وادي كمان الفرن ده، على فكره فرن مش مايكرويف، ده فرن. يعني اول ما جبته وانا بتجوز كنت مفكره ان هو مايكرويف، بعد كده وقت الاستخدام اكتشفت ان هو فرن، كنت بشوي فيه وبطبخ فيه وبعمل كل الصواني وكل حاجه فيه. المهم فضيت الرخام خلاص، ونقلت بقى الحاجات ايه على اليمه التانية على الحوض عشان اغسلها. هنا بقى طبعا كنت جايبه ازازه زيت، وكان يعني الضرفه دي انا عاملاها كده ايه للخزين، حاطه فيها حاجات. هنا بقى كنا جايبين برطمان مربى، كيس ملح، شويه فلفل اسود، برطمان سكر. كان في حاجات موجوده من يعني من الاجازه اللي فاتت، من ال3 شهور اللي فاتوا اللي انا كنت قاعده فيهم هنا، كنت جايبه ملح وسكر وحاجات. وادي هنا حلاوه طحينيه، والمربى دي لسه جايه امبارح، فرصتهم انا كده ايه مع بعض جوه الضرفه. تمام. والشاي بقى والسكر والعسل والحاجات دي كلها. يعني كنت بفضي الرخام يعني بدل ما يبقى عليه زحمه. وادي بقى هنا الجبن والحلاوه، طبعا كنا يدوب لسه فاطرين، فدول كده كانوا متبقيين فباخدهم احطهم في جنب، يعني ما حد من الولاد يجوع ولا حاجه اعمل له سندوتش. هنا بقى الكتل ده اصلا اللي هو مش انا شارياه هنا ولا حاجه، لا ده هو اصلا بتاع شقتي اللي هي هناك في البلد. بس احنا ايام ما كنا بنشطف في الشقه وكنا بنيجي هنا طول النهار، فكنا جايبينه معانا على اساس ان احنا نعمل كوبايه شاي ولا حاجه، فلما نيجي مروحين هناخده معانا. عايزه اقول لكم مليان تراب، بس مش عارفه مش باين ليه في الكاميرا، يعني عماله اشاور لكم بس عشان الكاميرا الجوده بتاعتها فاتحه قوي، فمش مبينه خالص الملامح بتاعته. هنا طبعا ابو مالك امبارح بالليل كان مروق علينا وجايب لنا حلويات. فعايزه اقول لكم والله الواحد تحس ان هو ما بياكلش اصلا، تحس ان هو كانه مش واخد على المكان لسه، ولا في ايه بالظبط. تحس الواحد مش بياكل كتير، يعني دوب كل واحد خد حته صغيره ولسه الاطباق زي ما هي. احطهم في الكيس بتاعهم زي ما هما، واحطهم كده ايه في جنب عبال ما انضف واظبط. بعد كده ابقى ادخلهم بقى التلاجة. تمام. طبعا انتوا عارفين بقى ان انا جبت التلاجة وكده، فالحمد لله الدنيا ظبطت شويه. لو جبنا اكل فاضي ولا حاجه نحطه في التلاجة. اول 3-4 ايام دول يعني ما كناش عارفين حتى نشرب شويه ميه ساقعين. الازازه اللي انا كنت بوريها لكم دي تاني ازازه ميه معدنيه نجيبها. كان ابو مالك بيجيب الازازه اللي هي الصغيره، الازازه ب7 جنيه، ما كانتش بتكفي خالص يعني خالص، كنا بنضطر نجيب ال5 ازايز. بعد كده بدأ يجيب القارورة اللي هي الكبيرة دي، فبقت تقضينا كده ايه 3 ايام ولا حاجة. هنا بقى انا خلاص فضيت الرخام خالص.
طبعا كل حاجة هتتصبن، يعني مش بس كده هجيب فوطة او قماشة وابدأ امشي عليها، لا، علشان احس ان الحاجة فعلا نضفت وبقت حلوة ومعادش عليها تراب وبقت كده بتبرق برق كده وبتلمع لمع، لازم ان انا اصبنها بالطريقة اللي انتوا شايفينها. بجيب طبق واحط فيه شوية مية صغيرين، واحط فيه مثلا اي نوع مسحوق مواعين انا بستخدم بيه او بغسل بيه يعني، وبجيب بقى الاسبونشة وببدأ ايه ادعك زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بدعك بقى السيراميك كده على قد يعني ما انا طايله، اللي هو الفاصل ما بين الرخام وما بين الالوميتال اللي فوق، تمام. والرخام اهو انا جايه كده كله مش هخلي فيه حاجه. بصوا الفرق ما بين ان هو يكون انتوا مش يعني انتوا شايفينه تحسوا ان هو كأن عليه شبوره او كأنه لونه باهت. بصوا بقى عليه بعد ما يتغسل ويتصبن كده ويتلمع شكله هيبقى عامل ازاي، يعني هيبقى في فرق شاسع. اساسا كان كل حاجه والله يا جماعه معبيه تراب. الناس بقى اللي بتقول يا سماحي انت من يوم ما جيتي وانت ما رحمتيش نفسك وعماله تنضفي وعماله تعملي. بصوا يا جماعه انا كنت مستحيل والله العظيم بكلمكم بجد، مش ان انا مثلا عايزه اتفخر ولا اتباهى بنفسي، لا، انا كنت مستحيل احس كده. سيبكم من الهزار الواحد والكلمتين الواحد بيهزر معاكم بيهم في اول الفيديو وبجيبهم كده بدور هزار وبتاع، لا انا بس بحب اهزر معاكم. انا كنت مستحيل ان انا اعيش مثلا ان انا اخرج واتفسح واروح واجي وانا ارجع البيت اخر اليوم احس ان الشقه مش نظيفه، هحس ان انا ست مش نظيفه، احس ان انا مش مرتاحه في المكان، هزهق وامل. هي الست الشاطره كده في اي مكان تروحه تخليه حتى لو هو مثلا هقول لكم مثلا لو هو مكركب على بعضه، لو هو مش عايزه اقول لفظ بس مش كويس، لو هو كوم كده تراب وكوم قش، الست الشاطره هي اللي تخليه جنه بنظافتها وبشطارتها وبعدالتها، ان هي تخليه دايما بيبرق وبيلمع، تحس براحه نفسيه وهي موجوده فيه. ده اللي انا بحاول اعمله بالظبط. ليه؟ عشان صحتي وصحه عيالي، وعشان انا متعوده على كده، ما بحبش اكون ست مهمله ابدا، فاهمني؟ فمعلش هو اول اسبوع انا اخدته كده فحت وردم وعماله من يوم ما جيت ما بطلتش حرفيا، تعبت من كتر التنظيف. بس بعد كده بقى هرتاح. حاجه بص بقى الاقي الشهرين 3 اللي انا قاعداهم هتلاقي دايما ايدي في الحاجه، مش هسيبها ان انا اركنها تبوظ، مش هسيبها مثلا تتطرب تاني، دايما كده هلاقي الدنيا نظيفه، فده هيديني بعد كده راحه، فاهمني؟ ده ردي بس على الناس اللي بتقولي من يوم ما انت جيتي يا سماح وانت عماله تنضفي تنضفي تنضفي. اعمل ايه بس قولولي. لو انتوا مكاني انا عارفه ان انتوا كلكم ستات شاطره، لو انتوا مكاني هتعملوا كده بالظبط. بعد كده تستمتعي بقى بايامك وتعيشي حياتك زي الفل. طبعا انا هنا خلاص بعد ما غسلته رحت جايبه فوطه وبدات كده طبعا بقيت تشرب كل الصابون والرغاوي اللي على الرخام، فبقيت اجيبها اشطفها واحطها في ميه نظيفه واعصرها وارجع امشيها على الرخام تاني. مش عايزه اكب ميه كتير عشان الميه ما تنزلش تحت على الارض وتبهدل، لان في شكاره رز جنب المطبخ في جنب، فمش عايزاها تتبل. بصوا هنا الرخام بقى بيلمع لمع، شكله طبعا في فرق واضح ما بين الاول كان لونه باهت، بعد كده تحس ان هو بقى لونه لامع كده وبقى نظيف، ما عادش عليه تراب ولا اي حاجه. طبعا انا شلت كل حاجه موجوده على الرخام بما فيهم الكتل كمان، قلت كل حاجه موجوده هبدا اغسلها. طبعا هي بتبقى انتوا شايفينها او انا مثلا شايفاها شكلها نظيف، لكن هي للاسف بتبقى شايله تراب زيها زي الرخام بالظبط، زيها زي اي حته موجوده في المطبخ. حتى لو الشقه مقفله، حتى لو الشبابيك مقفله، برضو كل حاجه بتتطرب. وانا وريتكم الفيديو بتاع اول ما دخلت الشقه كانت الشقه مطربه ازاي، صح؟ فاكيد كل حاجه موجوده على الرخام متطربه، فمش هعرف استخدم حتى كنكه من الكنك اللي انتوا شايفينه غير لما اغسله. حتى طقم التوزيع مش هعرف اخد منه مقصوصه او معلقه، لان هبقى دايما شاكه وعارفه ان هو مش نضيف، هبقى دايما مقلقه. وهغسل بقى كل حاجه موجوده وبعد كده هشطفها وابقى احط بقى كل حاجه تاني على الرخام مكانها على نظافه. بالنسبه للكتل انا بغسله برضو، بتعامل معاه معامله اي حاجه بتتغسل في الميه، بس بشيل الجزء اللي تحت اللي هو بالقاعده بتاعته اللي بيبقى فيها الفيشه دي، مثلا بروح جايبه فوطه منديه ميه ولا حاجه وبروح ممشيها عليها من تحت. هي اصلا يعني دايما بتبقى نظيفه، ما بتبقاش مبهدله قوي. اللحوسه كلها دايما بتبقى عند الايد اللي الواحد دايما بيمسك بيها الكتل، عشان مثلا الكتل بتاعي ابيض، فالجزء الابيض ده هو اللي دايما بيبقى مبقع، فاهمني؟ وبالمره بقى رحت منزله كل الاطباق وكل الحاجات اللي انا كنت حطاها على الحوض والمعالق بقى والشوك، وانا عامه ما عنديش معالق، يعني معلقتين 3 كده صغيرين بتوع الشاي، والاطباق بقى الاستانلس وكله والصواني، كل ده هبدا ان انا اغسله واشطفه. وبعد كده هدخل كل حاجه بقى مكانها الظرف، يعني ما عدتش هسيب حاجه على الحوض،
احاول على قد ما اقدر ما اسيبش حاجه على الحوض. انا كنت حاطه الصفايه بتاعه المعالق، هي عريضه هي كده وكبيره، اللي هي لونها ازرق، كنت حاطه فيها معالق وحاطه فيها شوك، فكانت شايله مني حاجات كتير، بس برضو مخليه المكان زحمه، فانا مش هحطها تاني، هداري كل حاجه في التقفيلات وخلاص. طبعا هنا شفشق الخلاط بوريهولكوا ده المكسور، فانا خلاص رميته، لان انا كده كده جبت واحد جديد اللي هو كان الشفشق بتاعي اللي هو البراون، فلما اتكسر من تحت القاعده بتاعته ما كنتش بعرف استخدمه، فانا رحت جايبه لي واحد تاني من عند واحد من اللي هو بيبيع قطع الغيار وكده، فكنت وريت له الشكل، كان معايا صوره له على الموبايل، فلما وريته له جاب له زيه بالظبط الحمد لله. هنا بقى طبعا خلصت غسيل كل حاجه موجوده. بصوا بعد كده بقى مسكت الحوض غسيل غسيل زي ما انتم شايفين، والسيراميك والخلاط والحنفيه بتاعه الفلتر، لسه طبعا هجيب فلتر واحطه هنا عشان عندنا هنا الميه يعني الموتور هو بيجيب ميه نظيفه وكل حاجه، بس الخزانات مش نظيفه، فعشان كده بنجيب ميه معدنيه وبنشرب منها لحد ما نجيب فلتر ان شاء الله نركبه ونبقى نشرب، ابقى على الاقل واثقه من الميه اللي عيالي بيشربوها. تمام، ربنا يا رب يسترها علينا وعلى اولادنا جميعا. هنا بقى بجيب الشفشق كده وبنزل الميه اللي على الجناح بتاع الحوض. انا عندي الحمد لله الحوض بتاعي عامله له زي صداده كده من الجوانب، عشان الميه مهما اغسل ومهما اعمل ما تجريش وتقع من على الحوض تتزحلق، لا بصوا في زي صداده كده اهي، شايفينها زي مش عارفه اسمها ايه، زي برواز كده داير ما يدور الحوض من ناحيه يعني من ناحيتي وانا واقفه بغسل، ومن ناحيه الكاميرا كده ما هي محطوطه عشان الميه ما تجريش وتقع في اي وقت. بعد كده شديت الميه بالمساحه بنشف الحوض، ما بحبش اشوف ابدا ابدا اي ميه على الرخام، حتى رخام الحوض بحب دايما ان هو يكون ناشف قدامي. خلي بالكم الميه لما تكون موجوده على الرخام مش حاجه حلوه، الميه دي ممكن تخلي الرخام يتنقر، يعني تحس ان بقى فيه حفر او نقر كده ولونه يغمق، تحس ان في حتت في الرخام لونها يغمق عن اللون الرخام الاصلي. تمام، فعشان كده دايما بحب انشفه. وبعد كده شطفت الفوطه اهي وحطيتها على الحافيه بتاعته عشان تنشف، وحطيت بقى ايه الاسبونشه والطبق والازازه البريل، ومعدتش احط اي كركبه تانية على الحوض، هسيبه كده نضيف وهادي. هنا بقى هبدا ارجع كل حاجه تاني مكانها على الرخام. طبعا انا جبت برضو الفوطه اللي كانت معايا مبلوله ورحت مسحه الفرن ده كده من فوق ومن قدام، طبعا هو من جوه نضيف، انا بس طوقته كده من فوق ومن قدامه خلاص من عند الباب. وادي بقى هنا طقم الكنك، طقم التوزيع، الكتل، كل حاجه تتحط بقى يا جماعه على الرخام، نظافه نظافه يعني وانا واقفه بقيت اشم ريحه نظافه، والله بقيت حاسه ان المكان فعلا نظيف، بيديني احساس وروايح نظيفه. هنا بقى ما كانش فاضل في الغسيل غير البوتاجاز. البوتاجاز انا اصلا تقريبا من وقت ما جيت هنا الشقه يعني حرفيا ما شغلتوش غير مره بس، كنت جايبه لبن وكنت بغليه، فانا اول ما جيت برضو كان مليان تراب، ما غسلتوش وما مسحتوش، فقلت بقى ابقى اعمله ايه في اليوم بتاع التنظيف العميق للمطبخ. فرحت جايبه برضو الاسبونشه، ومعايا برضو الطبق او العلبه اللي بيبقى فيها الميه بالصابون او الميه بالبريل، وبدات كده اول حاجه بالازاز بتاعه بالظهر بقى والوش، وبعد كده هشيل الحوامل اهو. والعيون عندي هنا اصلا هي اللي لونها غامق كده، يعني فاهميني هي لونها غامق فهي بتشال بصعوبه، فانا ما رضيتش اشيلها بقى، قلت مش مشكله هطوق البوتاجاز وابقى امسحه بالفوطه وخلاص، والحوامل والعيون قصدي زي ما هي. تمام، فبدات بقى المع البوتاجاز عندي، يعني ما شاء الله البوتاجاز ده بتاع جوازي، يعني انا متجوزه من 9 سنين والله، هو الحمد لله ما اشتكيتش منه ابدا ابدا، وما في مره صلحته غير يعني عشان خاطر الحلفان، ان انا وقت ما جينا هنا ايام ما كنت بفرش في الشقه من 3 شهور، جينا نركب الانبوبه عليه ونشغله لقيناه مش بيطلع الغاز، فشكينا وقتها ان المشكله في الخرطوم، فروحنا جبنا خرطوم جديد، جينا برضو لقيناه مش بيطلع غاز، قلنا يمكن العيب في الزراير، لقينا برضو العيب مش في الزراير، فروحنا ساعتها مكلمين واحد بتاع بوتاجازات تصليح يعني والكلام من ده، جه قام قايل محتاج فونيا، لان البوتاجازات لما بتتركن يعني الفونيا دي انا معرفش هي ايه، بس هي حاجه كده بتتسد او بتتكتم بسبب ركنه البوتاجاز، فاتغيرت وقتها ب500 جنيه، بتبقى حته كده او قطعه نحاس، فعشان كده هي غاليه شويه. فعشان كده ما تركنوش ابدا ابدا اي بوتاجازات عندكم، اتركن لما انا كنت بغير في شقتي ورحت جايبه بوتاجاز بقى جديد اللي هو البلت ان، فالبوتاجاز ده كان عندي على السطح، فعشان كده اتركن تقريبا سنه وشهرين، فده السبب الوحيد اللي انا خلاني اغير له الفونيا بتاعته. بس عايزه اقول لكم من وقت ما اتغير والنار بتاعته بقت شديده جدا، تحس ان الفونيا القديمه كانت مكتومه وكانت بتطلع معايا الغاز بصعوبه شويه، تحس ان بفتح العين يعني بفتح عينه البوتاجاز على الاخر وحاسه ان الغاز طالع مكتوم، العين مش نارها شديده كده وقويه. لكن لما غيرنا الفونيا دي والراجل جه ركبها
بقت النار بتاعته ما شاء الله عليها كبيره كده وتحسي النار بتاعته قويه يعني. هنا طبعا لمعت البوتاجاز وخلاص نشفته، وبقيت اخد الفوطه اشطفها وارجع امسح تاني عشان اتاكد ان مفيش عليه اي ميه. وادي الحوامل كمان غسلتها اهي، ورحت جايه حطاها بقى ونقفل البوتاجاز عشان ما يرجعش يتطرب تاني لحد ان شاء الله ما نبقى نيجي نستخدمه. بس انا مش هستخدمه عشان ايه، انا قلت لكم امبارح في الفيديو اللي فات ابو مالك عايزنا اطبخ له وعامل معايا مشكله بسبب الطبيخ، عمال يقول لي اطبخي لي اطبخي لي ومش هنشتري اكل تاني من بره. قلت له لا، كل متابعيني بيقولوا لي يا سماح خلي ابو مالك، ما انا قعدت اقول له بقى على الكومنتات بتاعتكم اللي انتوا قعدتوا تقولوا لي عليها، كل متابعيني بيقولوا لي قولي لابو مالك ما تخليش سموحه تطبخ ولا تبهدل نفسها عشان هي تعبت من كتر التنظيف، وهتلاقي اكل جاهز عشان تريح نفسها. انا قلت له قلت له نفس اللي انتوا كتبتوه لي في الكومنتات. المهم هو يا رب بس يسمع الكلام يعني، يا رب يا رب يستجاب. هنا طبعا جبت بقى اخر حاجه الفوطه. بصوا هي فوطه واحده اللي انا استخدمتها ونضفتها عشان ما عنديش غيرها، بس ما بين كل استخدام كنت بستخدمه انا كنت باخدها على الحوض واغسلها، حتى انتوا هتلاحظوا نظافتها ما بين كل فتره والتانيه يعني، دايما باخدها واغسلها. المهم رحت جايه غسلها كويس قوي قوي ونزلت منها الصابون، ورحت جايه عصراها. وبعد كده جبت الفوطه وهي منديه ميه خفيفه خالص يعني، انا عصرتها قوي تمام. ورحت جايه ماشيه على كل بقى المطبخ بتاعي من بره، وبفتح كده الباب بحيث ان انا يعني اجيب الحواف عند المقبض ومن بره ومن جوه شويه. بصوا كان مليان تراب والله العظيم، يمكن مش باين بس اول ما مشيت عليه الفوطه بصوا تعبت وهبطت جدا والله العظيم، تعبت وهبطت. مسكت كل حاجه غسل ولمع لحد ما ظبطتها. بصوا الشكل وهو لسه قبل ما يتلمع، ولما يتلمع هيبقى عامل ازاي، تحس ان هو بدأ يبقى فيه لمعه كده، التراب اللي عليه بيتشال تمام. طبعا انا كنت مرتباه معاكم قبل كده، فالحمد لله الحمد لله الترتيب بتاعه زي الفل، والحمد لله اخد كل حاجتي. انا بفتح برضو الظرف امسح الباب من جوه، لان انتوا عارفين الابواب بتبقى يعني مواربه شويه، فاكيد يعني في تراب بيدخل جوه تمام. بس بركز بقى عند المناطق بتاعه المقابض اللي هي الاماكن اللي الواحد بيفتح ويقفل منها، عشان بيبقى دايما ايدينا ملحوسه، فتحنا مثلا واحنا ايدينا كان فيها حاجه بتاع، فبخلي بالي من الحته دي بس. ورحت جايه ملمعه بقى كل المطبخ كله، وبكده بقى كنت لمعت الرخام ولمعت البوتاجاز ونضفته وغسلته، وغسلت الرخام زي ما شفتوا، غسلت السيراميك على قد ما قدرت كده وعلى قد ما ايدي طايله، غسلت المطبخ زي ما انتم شايفين او لمعته بالفوطه. الحوض وكل حاجه موجوده على الرخام اتغسلت بالميه والصابون واتلمعت واتنضفت. واخر حاجه بقى خالص الارض. هنا بقى السجاده دي انتوا عارفينها كانت المفروض بتاعت اوضه نوم اصلا في الاول، بس بما ان ما كانش عندي ليها مكان فالاوضه منها كنت حطيت فيها واحده، ودي كانت بتاعت الاوضه زمان ايام ما كانت في شقتي القديمه، فما عادش ليها مكان، فقلت ابقى احطها بدل مثلا ما ابقى واقفه اطبخ وبتاع ما ابقاش واقفه حافيه. فادي كده شلتها، طبعا كان استقبل مقشه الاول بحيث ان هي تنزل لو في اي حاجه لازقه عليها تتشال. وبعد كده طلعتها بره في الشمس، نفضتها الاول بره، ورحت جايه حطاها على سور البلكونه كده تتشمس، وبرده تبقى ريحتها حلوه وفي نفس الوقت تتهوى، واسيب انا الارضيه تنشف وتتهوى شويه بتاعه المطبخ. جبت بقى المقشه وبدات كده اكنس. طبعا بمد المقشه تحت البوتاجاز، لان البوتاجاز محطوط جوه كده في المكان بتاعه متفصل بالملي. وده طبعا لما انا جيت عملت المطبخ بتاعي هنا في المكان، انا جبت الراجل بتاع الرخام وقلت له انا عايزه الاول قبل ما تعمل مقاس الرخام بتاع الحوض حط لي البوتاجاز، عشان مش عايزه المطبخ يضيق، عايزه استفاد بكل سنتي في المطبخ. فهو كان اخد مقاس البوتاجاز الاول وحطه في المكان بتاعه، وبعد ما حطه في المكان بتاعه راح قصص الرخام على قد المكان بالظبط. لكن في الاساس لو كان عمل الرخام بالعرض بتاعه اللي هو كان تقريبا 70 سنتي، كان البوتاجاز مش هينفع هناك كده ابدا، وكنت ساعتها هحتاس واضطر اجيب بوتاجاز تاني اصغر. فانا قلت له لا، انا هحط البوتاجاز ده فانت قص لي شويه من الرخام. كان اللي هو بيعملوا شويه كده بالصاروخ بيصاروخوا. طبعا هنا جبت الجاروف وشلت بقى التربو كنست تحته ونضفته اهو ظبطت. اشيل بقى التراب ده بره على طول. خلوا بالكم بصوا ساجد ساجد واقف جنبي، كان في الحمام وعايزني طلع وعايزني البسه. الجاروف دون له ايد، بس الايد بتاعته ساعات باخدها اعملها في المقشه، او ساعات اعملها للمساحه او للشرشوبه، بمشي نفسي يعني، اللي هو الايد بتلف على الجاروف وعلى المساحه وعلى الشرشوبه وعلى كله. هنا بقى انا كنت عايزه اجيب ميه وجردل وصابون وكلور وكب، بس بصراحه الحاجه الوحيده اللي خفت عليها شكاره الرز. انتوا عارفين ان احنا اول ما جينا ابو مالك حط لي شكاره الرز ما بين الحيطه وما بين الظرف بتاعه الالموتال، فانا هوريها لكم دلوقتي.
فلو انا سيقت الميه هتروح عند الرز فيبوظ، خساره يعني. الرز انتوا عارفين دلوقتي غالي، فلازم نحافظ عليه. فعشان كده رحت جايبه الشرشوبه وحطاها في الجردل، والجردل طبعا فيه ميه وصابون وكلور، ورحت جايه يعني ممسحه كده زي ما انتوا شايفين، ومسحت تحت التربو، ورجعت التربو مكانه تاني، التربو اللي هو البينك والتربو المكشوف التاني. خلي بالكوا التربو البينك ده انا حاطه فيه حاجات، يعني مش حاطه فيه خضار، لا انا حاطه فيه حاجات كده رفايع، عشان ما فيش عندي في المطبخ ادراج، فكان عندي رفايع كتير، بلاستيكات كده وحاجات رفيعه، انتوا عارفين القطاعات السكاكين اللي مش عارف ايه، حاجات كده رفايع، ماسك لا فرشه لا بتاع. فرحت لمهم كلهم في الادراج بتاعه التربو، لان انا مش هستخدم التربوهين يعني للخضار، هو بس درج للبطاطس ودرج تاني للبصل وخلاص على كده. بصوا هنا خلاص سيقت الارض بقت نظيفه. خلي بالكم التشريح والحاجات اللي فيها دي ايام ما كان الناس بتشطب وبتشتغل في الشقه. فالبلاط متجرح شويه من تحت. ادي شكاره الرز اللي انا بقول لكم عليها اهي، فانا بصراحه ما اقدرش اشيلها واحطها من مكان تاني عبال ما اسيق او اعمل، وابو مالك ما كانش موجود، فقلت عشان كده ايه يعني اسيق بالشرشوبه كده لمع وخلاص. بصوا ادي شكل المطبخ بعد ما خلاص اتلمع واتصبن وبقى مية مية وزي الفل. حطيت بقى ازازه الميه بتاعتنا هناك على الحوض، ورحت جايه بقى ايه حاطه كيس العيش ده هنا عشان الولاد لما يحبوا يعملوا سندوتشات اعمل لهم، وحطيت المقشه هنا اهي، ملهاش مكان تاني غير هنا، فقلت احطها هنا في جنبه وخلاص. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ عايزه اقول لكم المطبخ الصغير على قد ما هو بيكون صغير بس بيبقى سهل في التنظيف. اسالوني انا، لان انا عندي الصغير وعندي الكبير. الكبير على قد ما بيكون حاجه كده فخمه وحاجه واو، بس في الاخر بيقطم الظهر والله، يعني بيتعبني جدا في التنظيف، وحاجه كبيره بياخد مني وقت كتير، بياخد مني مجهود كبير. لكن الصغير بتبقى حاجه ملمومه كده، تحس ان انت في ثواني بتخلصيه. بصوا حرفيا مفيش حته في المطبخ اسمها ما اتنضفتش. طبعا انا بقى ايه طفيت النور، بوريكم شكل المطبخ عامل ازاي، وهعتمد بقى على نور ربنا. الشبابيك عندي مفتوحه، انا دايما يعني سايبه شبابيك المطبخ الحمد لله الحمد لله، يعني عندي شباكين في المطبخ، فعندي التهويه حلوه جدا، مش بس في المطبخ والله في الشقه كلها. انتوا عارفين عندي شبابيك كتير والشمس داخله للشقه من كل ناحيه، فشباك على الحوض شباك على البوتاجاز، فالدنيا معايا دايما بتتهوى بشكل كويس. بصوا ادي شكل المطبخ خلاص نضف وبقى بيلمع وهادي ورايق وزي الفل. نفسي يفضل زي ما هو كده، نفسي هعمل المستحيل عشان يفضل زي ما هو. وادي هنا السجاده اللي انا مطلعاها على سور البلكونه كده عشان ايه تتشمس، حطاها في الشمس. هسيبها بقى كده شويه عبال ما المطبخ برضو ايه يتهوى شويه، وتبقى برضو السجاده اتشمست تبقى ريحتها حلوه. بحب ريحه السجاد لما يتشمس كده بيبقى زيه زي البطاطين. وبعد كده هاخدها افرشها تاني. بس كده تهدي حيلي النهارده يا جدعان. ايه رايكم بقى في فيديو النهارده؟ يلا قوموا بقى ايه امسكوا المطبخ بتاعكم صبنوه ولمعوه زي ما انا عملت كده بالظبط. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد بكره. مع السلامه.